السادة الحضور، الضيوف الكرام، مع حفظ الألقاب والمسميات والمقامات الإدارية والأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أريد أشكر اللجنة التحضيرية ونقابة أكاديميين العراقيين وجمعية أكاديمي كردستان لاختياري لإدارة الجلسة الأولى في هذا المنتدى، والتي تتضمن 3 محاور. والآن أطلب من السادة الأستاذ الدكتور مهند الهلال نقيب الأكاديميين العراقيين، والأستاذ الدكتور فرهاد قادر رئيس جامعة قرميان، والأستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي رئيس جامعة ديالى الأسبق، التفضل بالحضور على الستيج لبدء محاور الجلسة الأولى. شكرا جزيلا دكتور، تفضل. شكرا. اهلا اهلا وسهلا، مرحبا. بس تنبيه للسادة الحضور والجمهور، قبل ما نبدأ بالمحور الأول يرجى العلم بأنه حسب تعليمات اللجنة التحضيرية لا يوجد مداخلات مباشرة، وإنما كل من الحاضرين موجود لديهم ورقة خاصة بالمداخلة، يرجى كتابة الأسئلة أو المداخلة عن طريق كتابة وإرسالها لنا عن طريق أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، وأنا نيابة عن كل الموجودين راح أطرح الأسئلة على المتحدث المعني بالسؤال. دكتور أهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ الجلسة الأولى يرجى العلم أنه لدى كل واحد من المتحدثين لتقديم ورقتهم الخاصة 10 دقائق، ويرجى الالتزام بالأوقات ولضيق الوقت. نبدأ المحور الأول بعنوان المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويقدمه الأستاذ الدكتور مهند الهلال نقيب الأكاديميين العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد الترحاب بزملائي الأفاضل مرة أخرى، يعني الجماعة خلي محوري أول محور، يعني هذا هم حتى يعني واحد يعطي مجال للآخرين. بصراحة من المحاور المهمة التي دأبت النقابة على أن تتطرق إليها وتؤكد على أهميتها وتعمل منذ الوهلة الأولى بإحساس أنه هذا الموضوع نحن بحاجة إليه. كيف هنالك مسببات، هنالك حيثيات من شأنها أن تدفع بنا أولى هذه المؤشرات التي دأبت النقابة على الإحساس المبكر بها، هو عدم وجود سياسات تعليمية بعيدة المدى تحكم وتنظم مسيرة التعليم العالي في بلدنا الحبيب. وبالتالي نجد أن أغلب النظم التعليمية في المحيط الإقليمي وحتى في الدول العربية ذهبت بعيدا أفضل منا بأشواط طويلة وكبيرة، وذلك ناتج عن انعدام وجود السياسات التعليمية الاستراتيجية بعيدة المدى المتأتي، يعني اسمحوا لي أن أؤشر بشكل مباشر، هذه متأتية من عدم وجود جهة معنية برسم هذه السياسات في وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة تنظم هذه الاستراتيجيات، بل إن هنالك العديد من الاستراتيجيات التي وضعت في مرحلة سابقة وضعت على الأدراج ولم تتم متابعتها، وذلك أيضا مؤشرا آخر على انعدام السياسات التعليمية ومتابعتها والعمل من أجلها. أيضا
من أسباب عدم وجود جهة معنية ينتج عشوائية في اتخاذ القرارات المتجهة لمواكبة تطورات التعليم العالي، بل قصورها، وهذا لاحظناه من خلال دراساتنا على مستوى الأبحاث العلمية. وجدنا أن مؤشرات التعليم العالي في العراق مقارنة مع دول المحيط الإقليمي انخفضت كثيرا، بل أن عدم وجود علاقة بين البحث العلمي وسوق العمل أيضا هذا مؤشر على عدم وجود سياسة تعليمية. أيضا عدم وجود جهة واضحة مسؤولة عن رسم هذه السياسات، وبالتالي يعني لاحظنا أن الكثير من القوانين والتشريعات جمعها العديد من القوانين سنت وكانت وبالا على المؤسسة التعليمية، وأخص بالذكر منها والكل يتذكر قانون 2020 وكيف تعاني المؤسسة التعليمية منه لغاية الآن، بل أن ذهابنا إلى المحكمة الاتحادية وتشديد جزء مهم من هذا القانون، إلا أن هنالك العديد من البنود والمواد القانونية في هذا القانون الذي سن في سنة 20 أيضا يثبت بالدليل القاطع انعدام العلاقة والإحساس بمشكلات التعليم العالي، بل أن بعض القوانين للأسف كانت وبالا على التعليم وليس من أجل النهوض به. انعدام التقييم المستمر. عملية التقييم في المنظومة التعليمية تخضع لآليات قديمة، آليات غير ملزمة للمؤسسات التعليمية، بل أن أكثرها ينتج عن الوزارة، وبالتالي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. كيف لي أن أقيم نفسي؟ نحن بحاجة إلى أدوات فعلية واقعية للتقييم. زين يعني هاي الوطنية كانت؟ وطنية راح يبدل يعني يبدو الوطنية رجعت. أيضا الصوت عفوا نعتذر عن هذا الخلل المتأتي من انقطاع تيار الكهرباء. كذلك أشرنا قصورا في آليات اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة التعليمية، وبالتالي نعزو ذلك إلى عدم وجود آليات حاكمة. لرب سائل يسأل يقول كيف تنادي باتجاه استقلالية مسؤولة للجامعات، ومن جانب آخر تنادي بآليات محددة لاتخاذ القرار. بالضبط عدم وجود آليات محددة لاتخاذ القرار، بل العشوائية في اتخاذ القرارات أيضا من مؤشرات المرحلة السابقة التي يقع على مقترح المجلس الأعلى للتربية والتعليم للتطرق إليها. ذهبت لجنة التعليم العالي بمقترح من النقابة إلى تشكيل لجنة من ممثلين 5 وزارات لإقرار مشروع قانون المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ولأهميته استنادا إلى ما تقدم من المبررات التي ذكرتها على حضراتكم. كان هذا يعني إحساس من لجنة التعليم النيابية للدورة الحالية بأهمية إيجاد هذه المؤسسة المهمة. هو ليس سلبا لصلاحيات الجامعة والوزارة، بل إنه عملية مهمة لرسم السياسات التعليمية وأن يحظى القرار بدراسات وبحوث لا يكون ارتجاليا. واليوم الكهرباء كل الزين كلهم دكتور عباس. يعني هاي واحدة من مشاكل مؤسساتنا التعليمية، لو أكو بحث علمي
يعني يؤثر يؤثر على النشاطات الأكاديمية من الدكتور الكهرباء على المجتمع. يعني أكيد حلول كثيرة. 4 سنوات دكتور مهند في جامعة الديار في المجمع الصحي المخلة الكهرباء تنقطع على قناة 90. ايش سويتوا؟ قلت له دزم ثاني تعلم طريق هندسي كذا الحديث يطول، لكن أنا أريد ألتزم بالعشر دقائق اللي خلصتوها علي. لا هاي راح نعوضها دكتور، لا موارد البرنامج. أي الصوت شباب. ايوه ما هذا يصير بكل امانه بس هيك بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني، واحده من المشكلات الاساسيه هي مشكله الكهرباء، وبالتالي انعدام الاشعاع العلمي والاكاديمي للمؤسسه الاكاديميه. ما معقوله يعني المؤسسه الاكاديميه عاجزه ان تجد حلول لمشكله الكهرباء وما الاجتماع ساعه. يعني حتى صدر في تاريخ 12/3/23 كتابا عن لجنه التعليم النيابيه التي كنا نتمنى ان تسجل حضورها اليوم، لكن لظروف لا نعلم بها يبدو انها حاله دون حضور السيد رئيس اللجنه. النقابه مستمره ايضا في تصديها لهذا الموضوع، نعتقده مهما جدا ولا اريد ان اطيل، وساكون ملتزما بالعشر دقائق ولو اخذوا القطاع في الكهرباء اخذت منها الكثير. شكرا جزيلا وشكرا للسيد رئيس الجلسه والساده المحاضرين. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور مهند الهلال على تقديم ورقته الإضافية، وارجو من الحضور الكرام يعني التنبيه لان الصوت كلش عالي ياثر على جلسات الحضور وتقديم الاوراق، وحتى يعني يكون هناك تنسيق بين الحاضرين وبين اللي يقدم الورقه البحثيه له بدون زحمه، بس يعني الاصوات تكون كما نقول يعني لا يأثر على تقديم البحوث. والآن طبعا تقديم الأسئلة مثل ما ذكرت وأنبه مرة أخرى أنه راح يكون عن طريق تقديم أوراق مداخلة من خلال أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، ونيابة عنكم راح أطرح الأسئلة عن الشخص المعني أو المتحدث المعني بالسؤال. عفوا. والآن تفضل أستاذ الدكتور فرهاد قادر أحمد رئيس جامعة قرنيان لتقديم ورقته، فليتفضل. عفوا ملاحظة بكلمة كردية بعنوان الجامعات المستحدثة في إقليم والاعتراف المتبادل بالشهادات بين المركز والإقليم. طبعا هناك جامعات على الأسف في إقليم كردستان ليست معترفة في المركز، وبالعكس نفس الشيء هناك بعض الجامعات وخاصة الخاصة غير معترف بها في إقليم كردستان. تفضل. Meneer voorzitter, meneer van de Kamerbaas, spaatsbond deputaat collega in Porvanda. Geçmişte görevden erkek şekli verami. Afzan verani kedani kâne lâwa. Ve kâmeten ko dani kâne lâwa. Ve çun çaresine girifte bkini. Bu başarını hulayaktan la هدف كردستان سيزان كويت حكومي تاو بيستار لين حكومتي إدراوا تروسي دان بينانيان كوتاي بين هاتو دان بين إدراوا أبان جبريتين لا زانكوي قرقان زانكوي رافري أتراف بيكراو بمشروطي باتا بمرج قوماوي قياسي بوديالي كراو كا دبيت مرجكان جبجبكا وزانكوي شرمو باتا هستي زانكوكا تاو بيستار كشي تراكانيان لابنين تروسكيان نقيشتوتا أنجامي كوتاي لبنابر بين زانكوي
يعني باڵێن ئەوەی کە کلیات جامعە کۆلێژی زانکۆی کە هەر پێنجی زانکۆی تایبەتن ئەوە دەلایەن حکوومەتی عێراقەوە دانیان پێدانراوە دەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە تاوەکو ئێستا دانیان پێدانراوە یان بڵێ سەرنج و تێبینی هەیە سەر پرۆسەی دانپێدانیان هەر پێش زانکۆکە لە ناوچە دابنراوەکاندا کە بێتی لە خەڵم و کتاب نور حربا و بلاد الرافدة دەبێت بپرسی و ڕاشتاو لەسەرەوەی کە بەڕاستی مای نەنگیە لە وڵاتێکا بژیت زانکۆکانت لە لای خۆتەوە ئەتراف پێ نەکرێت بەڵام چەندی وڵاتی تر ئەترافی بۆ زانکۆیانە کردووە دەرچووی ئەم زانکۆیانە لە زانکۆکانی ترە لە دەروی وڵات درێژە بە خوێندنی ماستەر و دکتۆرا بدەن بەبێ هیچ کێشەیەک. ئەگەر هەر پرسێکە نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ببێتە مایەی کێشە و گیر و گرفت لەو پرسی خاک بێ، پرسی دارایی بێ، پرسی سەرچاوە لەمتیەکان بێ، پرسی هەر شتێکی تر بێت، دەبێت پرسە زانستیەکان نەبێتە دۆسیەکی سیاسی و بەرامبەر یەکتر بەکاربهێنرێت. بەداخەوە لە ڕابردوو ئێمە دەست بەوە ئەکەین و تەنانەت لەگەڵ هەڵشانی ململانی سیاسیەکانی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبینی مامەڵەکردنی دامەزراوەکان لەگەڵ ئەم زانکۆیانە لە بەرامبەر لەو کاتێکی فشار بەکاربێت. ئێمە ئەگەر سەرنجی ئەو زانکۆیانە بدەین کە حاڵەتەکانیان چۆنە، من دەبێت کەیس بچمە سەری و هەوڵ بدەم بە کورتی قسە لەسەر حاڵەتەکان بکەم بۆی کە ئەوە بێت. وەکوتمان زانکۆی ڕاپەڕین دانی پێیانراوە بۆ مەشروعەتی سەقفێکی زەمانی بۆ دانراوە ئومێدەکەم ئینشەڵڵا لە کاتی پایەوەدا بێت. زانکۆی گەریمان لە ساڵی 2010 دامەزراوە. پێش 2010 خاوەنی 4 کۆلێژ کەسەر بە زانکۆی سلێمانی بووە. کۆلێژی ئادا، کۆلێژی پەروەردەی وەرزش لە شاری کانەقی، کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت لە شاری کەران. دواتر لە 2010 کە بووە زانکۆ کۆلێژانە بووە نەواتی زانکۆی گەریمان. دوان لە مەرجەکان کە وەزارەتی خوێندنەوەی عێراق تاوەکو ئێستا کە پێداگیری لەسەرەکان دەبێت زانکۆی گەریمان جێبەجێ بکات، یەکیان کەمیستا بوو کە دەبێت ئەوڵێ لە ساڵی 2018 بۆ ئاخری شاردیژنەی هەڵسەنگاندنی زانکۆکان هاتەوە تا پێنج ساڵ هیچ هەڵسەنگاندنێک نەکراوە. خۆشبەختانە لەوایە پێش ساڵە ستافی زانستی زانکۆی گەریمان و زانکۆی ڕاپەڕین و زانکۆکانی تریش ئەوەندە زیادیان کردەوە تا ئێستا هیچ جفتێک لە نەقسی ستافانی نییە. خاڵی دووهەم بەرزبەر زانکۆی گەریمانەوە ئەوەیە کاڵێ چۆن کۆلێژتان لە ناوچەیەکا کردوتەوە کە ناوچەی داوڕێراوە. لە کاتێکدا ئەو کۆلێژانە هەیە 2004 کراوەتەوە هێشتا کاری دەستوری عێراقی نەکراوە. بەلەسەر فەرمانی جەنابی مامجەلال ئەو کۆلێژانە کرایەوە چونکە دۆخی ناوچە داوڕێراوەکان لەو بڕی خراپیا بوو و خوێندکاری نەتەنها بەڵکو عێراق و تومانەکانی ناوچە داوڕێراوەکانیان دەتوانێت درێژە بدەن بڕۆنە بارێزگاکانی وەکو بەسڕۆخا و بابل درێژە بخوێنبن. ئەو زانکۆیە ئەو کۆلێژانەی کردەوە هەزاران خەریکی هێتاوە بۆ ئێستا. زانکۆی چەرمۆ لە دۆسیی کامڵکردنی دۆسیەکایە واجە لە سەرەتای پرۆسەکایە. ئەمە هەر سێ حاڵەتەکەی. لە بەرامبەرە پێنج زانکۆی تر هەیە کە زانکۆی ئاهلی لای حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا پرۆسەکەیان کۆتایی هاتووە. دیسان ئەو کۆمەڵە سەرنج تێبینیە کە بنوردەکارەکەی نازانم نامەوێت بچمە سەری. من بە شێوەیەکی گشتی دەمەوێت قسەکان بکەمەوە لەسەرەوەی کە زۆر جار وەکوتم میزاج دەوری هەبووە لە پرسەکە. بۆ نمونە پرسی مامەڵەکردن لەگەڵ کەیسی زانکۆی گەریمانە تا ئێستا هەزاران کەسمان لە خەریجینی زانکۆی گەریمان لە زانکۆکانی تر لە عێراق دامەزراوە گرفتی نەبووە. سەدانمان لە خوێندنی باڵاوە گیراوە گرفتی نەبووە. لە پڕێکە بنمونە لە پارەوە مامۆستامان بۆی نییە مراقەشە بکات و لە لژێ مراقەشەی زانکۆکانی عێراقدا. ئەمە گرفتێکی زۆر گەورەیە لە کاتێکە
ئێمە تەواصلی بەردەوامانەیە زانکۆکانی ئێمە و زانکۆکانی ئەوان بەتایبەت بۆ ئێمە زانکۆی دیارە زانکۆی فکری ئەمانە زۆر نزیکین بەردەوام لە لەژانی مناقەشە و زۆر شتی ترە ئەو گفتوگۆیانە دێمەوە سەر پرسەکە ئێمە چۆن دەبێت چارەسەری ئەم پرسانە بکەین کە بۆ ئێمە ئەم پرسەرێک زۆر گرنگە و دەرفەتێکی زۆر گەورەیە لە کۆمەڵێکی ئاواتەخی ئێمە پێوەرایەن کە بێدارەکان بەتایبەت بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵای حکوومەتی فێدراڵ حکوومەتێری کوردستان یەکەم شت پێویستە لیژنێکی هاوشتە هەر وەزارەتێک بنێرێت بە جددی چارەسەری ئەم پرسە بکەن دووهەم شت نابێت لە چارەسەرکردنی ئەم کەیسانە هەموو زانکۆکانی درێژەیەک با پێچ بەڕاستی ناکرێت زانکۆیەکە ژێرخانی ئابووری توانای مرۆیی توانای زانستیەکەی مەحدود و دیاریکراوە ئەوتار بکرێت لەگەڵ زانکۆیەکە 50 ساڵە ئەو ناتەواویانی بۆ پڕی کردووەتەوە خاڵی سێهەم کاراکردنی ئەو لیژنەیە کە لە وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراقی هەیە بۆ هەڵسەنگاندنی زانکۆکان کە 5 ساڵە هیچ هەڵسەنگاندنی بۆ زانکۆکان نەکردووە تەواو بزانێت و هەمووشمان نەزانێت بەرا 5 ساڵە ژێرخان و ساتێکی باش لە زانکۆکان دروست کراوە ئومێد دەکەم ئەوە هیوادارم ئەم جۆرە شاراتی کۆڕمەندانە ڕۆڵیان هەبێت و لە چارەسەرکردنی ئەو پرسانەوە گەشتبینیشی و ئێمەش زانکۆکان و ساتی ئەکادمی بەشێک بین لە چارەسەر چکە پێمان وایە چاکردنی دۆخی خوێندنی باڵا لە عێراق و هەرێمی کوردستان خزمەت لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش ئەکات و دوجاریش دەبێتە ناسنامەیەکی ئەکادمی لە دەرەوەی وڵات کە دەبێت بە ئاستێک بێت هەمومان جێ شاناسیمان و سپاس بۆ هەمولایەت. شكرا جزيلا دكتور. نبدا مختصره بس عن اللي تفضل به الاستاذ الدكتور فرهاد بس خلطي عم بلي لبري جهازك شيء ناكل اوكي شكرا جزيلا يعني قدمت الملخص باللغه الكرديه انه صورت انه اخذ ترجمه فوريه اعتذر من حضور الكرام وارحب بكم اهلا وسهلا بكم. انا تحدثت عن الجامعات المستحدثه الغير معترفه من الطرفين هناك 3 جامعات حكوميه في خليج كردستان لحد الان لم تستكملوا اجراءاتهم من قبل وزاره التعليم العالي لاعترافهم هما هي جامعه قرنيان وجامعه رابري تم اعترافها بشكل مشروط اي بمقيده بفتره زمنيه وجامعه شرم. بالمقابل هناك 5 جامعات وكليات الجامعه متواجده في المناطق المتنازع عليها منها جامعه بلاد الرافدين وجامعه نور جامعه حدباء وجامعه قلم وجامعه كتاب جامعه في محافظه كركوك. طرحت خلال موضوعي كيفيه الحلول لتجاوز هذه المشاكل التي نعاني منها وقلت بصراحه بان هناك نوع من الخلل الاداري وخلل العلمي بان جامعه متواجده في العراق او في حكومه اقليم كردستان لم يعترف بها في حكومه الاقليم او بالمقابل في الحكومه الاتحاديه ولكن نعترف بمئات والاف الجامعات في دول اخرى ولدينا تحفظات وملاحظات من الناحيه السياسيه على هذه وكررت بان هناك محاولات لحل هذه المشاكل والتي تتراكم بين فتره واخرى ومع الاسف حسب الظروف السياسيه طبيعه الظروف السياسيه والمعامله السياسيه بين حكومه اقليم كردستان وحكومه الاتحاديه مرات تؤثر على هذه المشاكل وهذه مسائل العالقه بين واصبح جزء من المشاكل المزمنه بين الاقليم وحكومه الاتحاديه. أنا طرحت 3 مقترحات لحل هذه المشاكل. أولاً الإسراع بتفعيل اللجنة الوزارية في حكومة وزارة التعليم العالي والحكومة الاتحادية لإعادة تقييم الجامعات المتواجدة في إقليم كردستان وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي الاتحادية
ووزارة التعليم العالي في إقليم كردستان لحل هذه المشاكل. ومقترحي الأخير هو يجب أن لا نتعامل مع هذه الجامعات الغير معترف بها كباكيج أو كملف واحد، لأن القدرات العلمية والإمكانيات البشرية والإدارية للجامعة تختلف. وشكرا جزيلا. شكرا الإطالة. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور قادر جامعة اليمنيات على الترجمة المباشرة للورقة لحضرتك. أرجو من الحضور الالتزام بهدوء القاعة حتى نقدر نبدأ بالمحور الثالث، والتي يتفضل الأستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي رئيس جامعة ديالى الأزهر بعنوان معايير اختيار القيادات الجامعية. أعتقد حضرتك لديك باوربوينت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي الحضور جميعا، وسأتحدث عن محور القيادات الجامعية من خلال بحث ورقة عمل معدل، وسأتحدث في الحقيقة بصفتي النقابية، لأنه العين النقابية على الدوام هي عين ناقدة وتشخص عيوب النظام وليست محاسنه، وبالنتيجة تختلف عن بقية العيون المشخصة للعيوب بأنها تضع العيوب، أي أننا نشخص العيب الموجود في النظام ومن ثم نتحدث عن الحلول. الورقة عنوانها غياب الرؤى الاستراتيجية في تقييم واختيار قيادات التعليم العالي وأثرها على أداء تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بعد عام 2003. تقوم مؤسسات التعليم العالي في دول العالم أجمع بجهود بحثية لتحسين الممارسات القيادية وبشكل مستمر من أجل زيادة الجهود التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. والحقيقة أركز على أن هناك جهود بحثية غاية الحقيقة بشكل كبير عن مؤسسات وتشكيلات التعليم العالي، لأن ننظر إلى القيادات ليس من عين البحث العلمي. ومن غير المتاح حقيقة تحقيق أي إصلاح ونجاح لأي برنامج ما لم تكن هناك أدوات ناجحة وقادرة على تنفيذ البرنامج. وتعاني وزارة التعليم العالي ومنذ سنوات من غياب القيادات الأكاديمية، وعلى وجه الخصوص في مركز الوزارة القادرة على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالي بسبب آلية الاختيار المعمول بها في الوزارة. وأقصد هذه المدة تقريبا من تولي منصب وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل، كان هناك معايير حقيقة غائبة جدا، لأن النجاح لا يمكن أن يتحقق بأدوات فشل. المطلب الأول أنواع القيادات. يمثل أسلوب القيادة حقيقة إعطاء القدرة على تحقيق الأهداف، وبدونها لن يتمكن التشكيل من العمل، ويصبح التعليم العالي فوضويا وربما يسير في طريق الانهيار من جهتي الجوهر والمضمون ويبقى شكلا فقط. وهذا ما نعانيه الآن في التعليم العالي، نبحث عن القشور وابتعدنا كثيرا عن الجوهر للتعليم. وجاءت جائحة كورونا لتثبت لنا أن تعليمنا العالي غير قادر على التعامل النموذجي مع الجائحة، لتخلف الكثير من القيادات الجامعية في صناعة رؤية موحدة، وإنما كانت الحلول ترقيعية أسهمت في زيادة مساحة الأمية بين طلبتنا، والتي كان ينبغي وما زال ممكنا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تضع برنامجا استراتيجيا في التعامل مع آثار الجائحة. والحقيقة منتدانا هذا يقدم جزءا من الحل، وأنا حقيقة لمسته من معالي وزير التعليم العالي الأخ الدكتور نعيم العبودي،
من خلال لقاءات النقابة والتواصل على وجود رغبة جدية في اختيار قيادات بعيدة عن التسييس، بعيدة عن العلاقات والمحاصصة، وإنما أساسها الكفاءة والنزاهة والقدرة على العمل. ونتمنى من الله أن تتم التغييرات القادمة للقيادات الإدارية في وزارة التعليم العالي على هذه الرؤية التي اتفقنا مبدئيا للعمل بها، ونتمنى أن تنجح. حقيقة تتمرر أنواع القيادات على ثلاثة أقسام: القادة في عملية الحكم في مختلف مراحل التبني وإعطاء الطابع المؤسسي، ثم خبراء المحتوى الذين يتمثل دورهم في تقديم المشورة وتنسيق المسائل التقنية، وهي حقيقة غائبة بسبب المحاصصة السياسية والتداخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. حقيقة نحتاج إلى زعيم سياسي لديه معرفة شاملة بكيفية عمل النظام والمهارات اللازمة لضمان التنفيذ، وهو غير فعال منذ عام 2003 بسبب الاحتفاظ بالأدوات التقليدية عينها، مما سمح بشيوع أسوأ أنواع الأنظمة التعليمية، وهو انتقال دوائر الوزارة 8. أتحدث عن وزارة المركز من دوائر رسم سياسة إلى دوائر مركزية تفرض وصايتها على تشكيلات الوزارة في أسوأ عملية تقديم جرت في تاريخ التعليم العالي العراقية. والمادة 10 من قانون التعليم العالي حقيقة تؤكد على أن للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويدير شؤون كل منها مجلس. المطلب الثاني تقييم القيادات الجامعية. في كل دورة انتخابية يتم التركيز حقيقة على إلغاء إدارة القيادات في الوكالة، ومع شديد الأسف بدلا من يسهم هذا الخيار في تحسين مواصفات القيادة الجامعية في مركز الوزارة وتشكيلاتها، أسهم في مزيد من غياب المعايير الحقيقية، فقط أحملت معايير تخبطية. وكمثال عليها بعض الرؤساء الجامعات الحاليين أعلن التصنيف الوضعي عام 2017 الجامعات العراقية لجودة التداول لازم يكون عندنا مايك ثاني. وبالحقيقة تم استبعاد أغلب رؤساء الجامعات وتم تغييرهم كقيادات اللي حققوا المراكز من 1 إلى 15 واستمروا في أداء مهامها ومن حققوا النسب الأدنى. دكتور 4 دقائق عندك بس دكتور، ولو تنبه الحضور دكتور، تنبه الحضور على الصوت بلا زحمة. الصوت رجاء الصوت يصير رئيس اللجنة. حقيقة هناك معادلة وصلت إلى علمنا، وقد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية، أن التقييم سيجري في الأمانة العامة 10% لمعالي الوزير، 20% لديوان الرقابة المالية، لهيئة النزاهة 20 والأمانة 50، مما يعني غياب الوزارة كليا عن في رأيي. حقيقة اختيار القيادات الجامعية الآن عندنا مقترح قياس الرغبة للاستمارة الجديدة المفروض اللي تنطلق من هذا المنتدى، أن فيها قياس الرغبة الأكاديمي، وهو مهم جدا في كل العالم. وعندما عملنا بالنقابة عدينا معايير الرغبة الأكاديمي ووزعناها على الاستمارة الإلكترونية، ظهر أن مستوى الرغبة الأكاديمي عن القيادات الجامعية في الجامعات والكليات لا يتجاوز 17%. وحقيقة عندنا نقطتين: لمن يرشح للمرة الأولى المفروض استمارته تختلف عن المرشح الموجود حاليا. المرشح الجديد يجب أن يقدم الأعمال السابقة والتدرج الوظيفي وإرفاق خطة عملية استراتيجية لموقع العمل المرشح له، ويتم تقييمها من قبل خبراء مختصين، بعد ذلك بالمقابل بينها لأنه فعلا مقابل على تنفيذ الورقة. واللي هو أصلا مرشح ينبغي أن يوجه له سؤال واحد في استمارة: ماذا أنجزت خارج نطاق عملك الوظيفي اليومي؟ ماذا أديت؟ هذا حقيقة يكشف قدرة القيادات. النتائج حقيقة ظهر غياب الرؤية والرسالة والأهداف في اختيار القيادات الجامعية، عدم إضفاء الطابع المؤسسي على مبادرات التعليم العالي وغيابها حاليا
بسبب الآلية المعتمدة في اختيار القيادات الأكاديمية، الغياب الجزئي لخبراء المحتوى الذين يتمثل دورهم في تقديم المشورة وتنسيق المسائل التقنية بسبب المحصصة السياسية والتداخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، غياب الزعيم السياسي الذي يمتلك معرفة شاملة بكيفية عمل النظام والمهارات اللازمة لضمان التنفيذ، وهو غير فعال منذ عام 2003 بسبب الاحتفاظ بالأدوات التنفيذية نفسها، مما يسمح بشيوع أسوأ أنواع الأنظمة التعليمية. وحقيقة هذا ذكرت أيضا، ونحتاج أن نفرق في التعليم العالي بين نحن نمارس القيادة وبين بقية المؤسسات التي هي تمارس السلطة. فنحن مع الأسف خلطنا بين ممارسة السلطة وممارسة القيادة، لأن الأكاديمي عمل الأساس حقيقة هو المحاضرة والبحث، وليس القيادة هي جزء آخر المفروض تكون لاحقة وليست أساسية. نيكست التوصيات رجاء خلصت. التوصيات أخوان في ثلاث نقاط: تشكيل لجنة خبراء مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة الأكاديميين لوضع استمارة تقييم جديدة وعلى وفق معايير قابلة للكشف والقياس. 2. إيقاف التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر اتفاق سياسي معلن، أي أن البرلمان العراقي المفروض لا يتدخل لا في التوسعات، لا في القبول، لا في درجات القرار، لا في الدور الثالث والرابع والخامس وهكذا. وحقيقة التوصية الأخيرة: تشكيل لجنة ثلاثية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ونقابة الأكاديميين الربيين مهتمة بتقديم الرأي الاستشاري لدولة رئيس الوزراء في إجراء تغييرات مفصلية في الوزارة وتشكيلاتها وبواقع ممثل عن كل جهة، وتتخذ توصياتها بالأغلبية. أشكر حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور عباس الديني على تقديم الرؤية البحثية. لأن ما وصلني أي سؤال من السادة الحضور، لدي فقط سؤال واحد للأستاذ الدكتور مهند الهلال. دكتور، طبعا متأكد أنه رؤساء الجامعات الحاضرين في إقليم كردستان هذه الجلسة راح يكون يعني يشكل عندهم انتباه لتشكيل مجلس الأعلى للتربية والتعليم أو القانون المخترع في المجلس النواب العراقي. احنا بالاقليم نناضل او نطالب كجامعات في اقليم كردستان لاعطاء صلاحيات اداريه وعلميه اكثر، او نطالب بالاستقلاليه الاداريه العلميه والماليه بشكل اكثر مما هو موجود حاليا. هل رجوع مجلس الاعلى للتربيه والتعليم ما يؤثر سلبا على هذه الاستقلاليه اللي يطالب بها الجامعات؟ وكيف راح يكون مثلا وجود وزاره التعليم العالي مناصفه بين السلطات الادنى اللي هو مثلا راح يكون الجامعات، والسلطه العليا والوسط راح يكون هنا وزاره التعليم العالي؟ واذا تسمح توضح لنا هذا. جيد جدا اخواني. لضيق فتره المحور المحدده ب10 دقائق وتخللها 3 قطاعات للتيار الكهربائي، يعني اضطريت اختصر يعني من المحور، واؤكد ان الكثير من النظم التعليميه لديها مجلسا اعلى للتربيه والتعليم ومنها عربيه. فرنسا بها مجلس اعلى للتعليم التربيه والتعليم. احنا احوج ما نكون الى ايجاد تراتبيه بين مخرجات وزاره التربيه ونظامها والجامعات. عندنا مشكله كبيره في هذا الجانب. ايضا هذا كيف له ان يحد من استقلاليه الجامعات؟ لا، الاجابه لن يحد ذلك من استقلاليه الجامعه لطالما سيكون عاملا مساعدا مهيئا في ان نكون في الجامعه مستقبلين
مادة إيجابية من التربية. كذلك موضوع إصدار القوانين المهمة أو تعديل القوانين والتشريعات المهمة تبادر إلى أذهاننا أن أي تعديل للقانون هو حالة سلبية. السبب هو عدم وجود منطقة مهمة مهنية تعمل على ذلك. هذه الأسباب كيف لها أن تحد من الاستقلالية؟ لا تحد من الاستقلالية، خصوصا وأن القانون في الدولة العراقية يقول أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية هي مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا، وإن كان ذلك في حدود ضيقة وقد تكاد تكون معدومة تماما هذه الاستقلالية. إذن هي لن تؤثر على الاستقلالية، بل هي ستعرض تلك الاستقلالية من خلال إيجاد المحددات التي ترسم الاستقلالية المسؤولة الحقيقية الواقعية، ليس كما هو الحال الآن وجود استقلالية في البند القانوني إلا أنها حيث الواقع غير متوفرة تماما. شكرا جزيلا دكتور. سؤال آخر مقدم من الأستاذ الدكتور منير رئيس فرع النقابة في كربلاء للدكتور عباس. الدكتور استفسر عن القيادات الجامعية اللي شغلت المناصب الجامعية بالوكالة لمدة 3 سنوات أو أكثر، وبعدها مثبت هذه المناصب أو هذه الأشخاص في المناصب ولا يقسم لهم الوكالة ويبدأ من يوم التعيين بشكل أصالة، أو إضافة إلى ذلك لديه مثلا مقترح أنه لتحديد الكفاءات العلمية الواقعية يرجى من الوزارة فتح باب الترشح بشكل إلكتروني، وليس مثلا التقديم يكون من خلال الشكل الفيزيائي الاعتيادي المعمول به حاليا. ما وجه ملاحظتك؟ تحياتي للأخ الدكتور منير. حقيقة نحن عندما نحدد موضوع الوكالة والأصالة هي في حالة موجودة تقريبا بالعراق وتخالف القانون اللي المفروض ال3 شهور الأولى عند التكليف بالوكالة إما يثبت المكلف وإما ينهى تكليفه بعد انتهاء ال3 شهور. استمرار هذه ال3 شهور هو مخالف للقانون، ولكن حقيقة سكوت الإدارة عن استمرار القيادات خلق هذه المشكلة، فنحتاج حقيقة معايير واستمارة جديدة، لأن كل المعايير اللي عندنا في الحقيقة اللي الآن توزع، يعني مثلا عملت استمارة أخيرة إلى الجامعات من الأمانة العامة، ملء الاستمارة والإجابة عليها خلال 24 ساعة. يعني كيف سيستطيع المكلف أن يخلي كل ما تتعرض؟ فحقيقة احنا نطمح إلى أن تكون استمارة جديدة تقرأ وتضبط وتبين بشكل دقيق. لا نبحث عن قيادات إدارية، نحن لا نبحث عن باحث، لا نبحث عن قضية علمية، نبحث عن إدارة، ومواصفات الإدارة حقيقة تختلف كليا عن مواصفات البحث العلمي، ونحتاج إلى تفرقة بينهم. التفاضل يعرف أن اتحاد المدربين العرب للتنمية البشرية واتحاد المدربين العرب اتحاد المدربين الأردنيين للتنمية البشرية، واللي أيضا أنا أحتفظ بالعضوية في الاتحادين، حقيقة لهم رؤى أخرى غير الرؤى بالعراق. شكرا دكتور. الأسئلة اللي وصلني دكتور خاصة بالدكتور مهند ألخصها على سؤال واحد، لأن كلهم يعني يدور على موضوع واحد، وهو ما موقف النقابة من قانون 2020 اللي بسببه صارت أو أصبحت الشهادات العليا في العراق في أدنى مستوى لها، والكم الهائل من الخريجين أو من حملة الدراسات العليا وكيفية استيعابهم في الجامعات، وما هي الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية للنقابة في العمل بالمستقبل؟ يبدو هذا السؤال خارج المحور، إلا أن
جزئية بسيطة من تتضمن المحور سأتولى الإجابة عليها. انعدام الاستراتيجية هو أنتج فوضى في القوانين والتشريعات، بدليل أن القانون 2020 اليوم أنتج في الوقت الحالي، احنا جالسين في هذه القاعة الإحصائية تقول وجود 200,000 طالب عراقي من مختلف المحافظات يدرسون الدراسات العليا خارج العراق. هذا رقم فظيع مهول، لا تتمكن ولا توجد لدى وزارة التعليم العالي أي خطة عمل لاستيعاب أو آلية للعمل غير موجودة. يعني شنو إجراءات الوزارة بعد ما راح تنضج هذه الشهادات في دولة واحدة 100,000 طالب ويتوزع 100,000 الأخرى على 4 دول بشكل يعني مركز، إلا أن لا توجد هنالك أدنى خطة للتعامل مع هذه الشهادات بعد أن تأتي وتسجل بشكل قانوني في المؤسسة التعليمية، وبالتالي تشكل تهديدا كبيرا على الأجيال. كيف لي ولكم الأخوة الجالسين أن نكون وبجنبنا حامل شهادة عليا صورية؟ هذا أيضا انعدام للاستراتيجية والقدرة التخطيطية والحاجة التخطيطية لحاجتنا الفعلية من الشهادات العليا. نعم، كان من خلال دور النقابة أن يصار إلى نوعين من الشهادات كما هو الحال في بعض النظم التعليمية. في روسيا هنالك شهادتين، الكانديدات والاسنتورة، اللي من شهادة واحدة فقط من هذه الشهادات، والزملاء اللي دارسين بروسيا أكثر معرفة مني في هذا الجانب، تؤهل للعضوية التدريس. أما الشهادة الأخرى مهنية، وبالتالي أصبح ذلك عبئا كبيرا سينتج فوضى كبيرة. أيضا هذا يدعم الرأي في التأسيس لمرحلة قادمة من يكون عنوانها مجلسا أعلى للتربية والتعليم مسؤول عن رسم السياسات التعليمية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. آخر مداخلة لضيف الوقت فقط للدكتور عباس. هل هناك ضوابط وآليات محددة لاختيار القيادات الجامعية؟ وهل للنقابة رأي في هذا الاختيار؟ حقيقة الآليات المعتمدة من وزارة التعليم مداخلة الدكتور عدنان رئيس اللجنة والمعايير في حينه. احنا نعتقد الآن في النقابة أنه الآن نحتاج إلى معايير جديدة، لأنه لا توجد أي وسيلة للتحقق من المعلومات التي تترفع عن قبل السيد رئيس الجامعة أو سابقا لوضع معايير منصفة وعادلة تلحقني المفرد التوافد وليست فقط انتقال لما جاء في محافظة الدكتور عباس باسم ونظر باختبار الدراسات والإحصاء مع معالي الوزير الدكتور محمد العبودي وإذا كان الانطباع شخصي دور في هذا الموضوع، لأنه قانون النقابة رقم 61 سنة 2017 يسمح للنقابة أن تكون شريك في رسم السياسة التعليمية بالشراكة مع الوزارة، ومن ثم هناك أيضا تعليمات وقرارات ينبغي أن تكون النقابة متواجدة في كل اللجان الوزارية باستثناء اللجنتين. وأيضا حقيقة الاستثناء لا يشمل لجنة اختيار القيادات الجامعية، بل على العكس هناك ممثل ينبغي أن يكون موجود، ونأمل في الأيام القادمة إن شاء الله أن يثمر تبادل وجهات النظر مع معالي الوزير إلى إنتاج استمارة إن شاء الله وتقييم، يعني لا يهمل حق أحد من الذين الآن يديرون العملية القيادية في التعليم العالي، وكذلك نحن فرصة للجهود بالترشيح للتعليم العالي مثل ما قلنا ممارسة. شكرا دكتور. الأستاذ الدكتور ثامر عبد الأمير كان له رأي مخالف على ما تفضل به الدكتور عباس.
لأسباب أنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار الدراسات والإحصاء، وإنما كان الانطباع الشخصي يعني على ما تفضل به بالنسبة لاختيار القيادات الجامعية. يعني هذا بس للتذكير. هناك مداخلتين. المداخلة الأولى من السيد عضو مجلس النواب العراقي: هل يحتاج لحضرتك دكتور مند، هل يحتاج التعليم العالي في العراق لتشريع قوانين جديدة، وما الصح هذه القوانين بنظر النقابة؟ زملاء الأفاضل، القوانين الموجودة في الدولة العراقية التي تحكم التعليم وأيضا باقي أعتقد لم يؤخذ بنظر الاعتبار كان تحديثها وجعلها ملائمة لمتطلبات التطور العلمي. الخوف من أن تحدث وتكون عرجاء كما حصل في قانون 2020 أيضا أصبح هاجسا مخيفا لكل الأكاديميين ولكل المؤسسات الجامعية. فالعملية بحاجة إلى موجه لهذا التحديث. القوانين كانت مناسبة مهمة، لكن مثلت مرحلة تاريخية، واليوم نحن في مرحلة أخرى يجب أن نتعاطى مع آليات جديدة، مع استراتيجيات جديدة. أيضا ذلك يدعم مقترحنا في مجلس شكرا جزيلا دكتور. آخر سؤال للدكتور فرهاد وننهي الجلسة. دكتور فرهاد، مداخلة انه وجود جامعات وكليات غير معترف بها من الطرفين، يعني من الاقليم ومن الحكومه الاتحاديه، انه من المفترض عدم منح تصريح للتدريسين او افتتاح اي جامعات اخرى الا بعد ان يجتاز كل الشروط والمعايير المطلوبه للاعتراف بالطرفين. يعني وجهه نظر حضرتك بالنسبه لهذا؟ طبعا تأسيس الجامعات يشتمل على قوانين. هناك قانونين بخصوص الجامعات الحكومية: قانون تم تشريعه في مجلس النواب العراقي، وقانون تم تشريعه في برلمان كردستان، وقانونين للجامعات الخاصة. في عام 2016 تم تعديل قانون الجامعات الخاصة في مجلس النواب العراقي، وهناك قانون خاص تأسيس أي جامعة يستند على فقرات ومتعددة مواد. هذه قوانين، وبخلاف لا يمكن تأسيس أي قانون. أي وبالأحرى أن تكون هناك رقابة علمية وإدارية جيدة في تقييم الملفات التي يقدم للجامعات الوزارات لفتح الجامعات والكليات الجامعة. نحن هناك يعني قانون ما فيها مشكلة أما في تطبيق القانون هناك خلافات أو خلينا نقول تجاوزات في التعامل مع طلبات لفتح الجامعات وكليات الجامعة. أي نحتاج إلى رقابة وتقييم علمي أفضل وليس تشريع قانون. شكرا جزيلا دكتور. ومسك ختام الجلسة الأولى راح تكون بمشاركة من الأستاذ الدكتور عدنان، ممثل عن فخامة رئيس جمهورية العراق. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات وسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسرني ويفرحني أن أنقل لكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد المحترم، وتمنيات لكم بالموفقية والنجاح في أعمال هذا المنتدى. حقيقة فخامة الرئيس مهتم جدا بجانب التعليم ومعطيه أولوية خاصة. قبل فترة كان لنا لقاء مع عدد من رؤساء الجامعات في بغداد، وأيضا التقى بنقابة الأكاديميين العراقيين، وهذه أيضا دعوة من عندي إلى جمعية أكاديمية العراق من أن يكون لهم لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية إن شاء الله خلال الأيام القادمة. من خلال
المحاور الموجودة ضمن أعمال هذا المنتدى حقيقة نقدر نخلي في إطار واسع أو عريض ضمن يعني لهذه المحاور اللي هو شلون نعيد رصانة التعليم العالي في العراق. هذه حقيقة يعني اكو عدة عوامل تدخل بهذا الموضوع. ابتداء لازم يكون تعشيق عمل ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، بدءا نبدأ بالمناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، بحيث احنا نهيئ الطالب للمرحلة الجامعية وهو يمتلك يعني أساسيات الدخول في الجامعة. أيضا المناهج الموجودة في الجامعات تحتاج إلى تحديثات مستمرة. حقيقة المناهج الموجودة عندنا هي مناهج يعني قديمة، وضروري أن يكون لها تحديثات مستمرة. الطلبة اللي نبعثهم إلى خارج العراق ضروري أن يكون ابتعاثهم إلى تخصصات دقيقة. يعني حقيقة يعني على سبيل المثال في الجامعة التكنولوجية كمثل، يعني قسم هندسة الإنتاج والمعادن اكو عدة فروع، اكو هندسة إنتاج، اكو هندسة معادن، اكو هندسة صناعية، اكو هندسة استخلاص. إذا جينا فرضا على هندسة الإنتاج، هندسة الإنتاج بتشكيل معادن وبقطع معادن. احنا يفترض أن وأيضا تشكيل المعادن بعدة تخصصات، من ضمنها مثلا الاكستروجين، الرولينج، الديفيدرومينج. فيفترض أن على سبيل المثال دزيت طالب يكمل الماجستير في دولة معينة، أدزه يكون هذا الطالب يكون هندسة إنتاج، تخصص تشكيل معادن، وتخصص الدقيق على سبيل المثال البتر الاكستروجين، حتى نستفاد من عنده. يعني احنا هسه ندرس طلبة يعني في هندسة ميكانيك بصورة عامة، بدل ندزه لتخصص دقيق، والكثير من زملائنا والطلبة اللي راحوا عانوا مشاكل في هذا المجال والمظلمات، هم يبحثون عن التخصص الدقيق اللي هم يريدون. هذه نقطة جدا مهمة لازم احنا نركز عليها. فيما يخص التعليم الأهلي يعني عندي ملاحظة، يعني ضرورة إعادة النظر بضوابط وقبول الطلبة في الجامعات الأهلية. أيضا نعيد النظر بضوابط افتتاح الكليات الأهلية الجديدة. حقيقة احنا صار عندنا أعداد هائلة من الخريجين، وتحولوا هذول الخريجين إلى جزء. هذا الخريج يا ما احنا نعينه، واللي هو نسبة ضئيلة من عندهم يحصلون هسه فرص تعيين، والباقيين كل بين فترة وفترة يطلعون مظاهرات ضد الدولة. هذه نقطة جدا مهمة لازم ناخذها بنظر الاعتبار. وأنا أبارك هذه الخطوة والتعاون ما بين نقابة الأكاديميين العراقيين وجمعية أكاديمية إقليم كردستان، ونتمنى إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة أن نشوف فرع لنقابة الأكاديميين في إقليم كردستان. وشكرا جزيلا. وبهذا نختم الجلسة الأولى، وشكرا للسادة المتحدثين، وتفضل.